السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا في موسم البسله وعايزين طريقه صح بدون ما نسلق البسله وتقعد معانا من السنه للسنه خضره وتبقى طعمها حلو. اول حاجه جبت كميه كده من البسله وقشرتها وبعد كده قطعت الجزر. كمان هقولك على معلومة او نصيحة. افضل حاجة ان انت تجيبي البسلة وتقشريها زي ما انت شايفة، بتبقى معاكي فريش وخضرة. بتبقى حلوة. فطبعا تقولي لا انا هجيب الجاهزة، لسه هفصص لسه هقشر لسه. لا طبعا بتبقى ما تبعتش يوم والتاني بتبقى دبلت، وكمان بيبقى الخضار بتاعها مش حلو، يعني عمرها بيبقى قصير كمان في التفريز بتاعها. فافضل حاجه ان انت تجيبيها في البيت وتقشريها، بتبقى معاكي فريش وخضره وحلوه. بعد ما خلصت ايه الكميه، طبعا انا كمان قلت لك مش هسلق البسله. انا جبت طبق زي ما انتم شايفين، وجبت كمان المصفى دي، وهبدا احط الميه السخنه على البسله وهي في المصفى. ولكن لو انت حطيتيها على النار وحطيتي البسله على النار في الميه السخنه وسبتها مده دقيقتين 3 كده في الميه السخنه وهي على النار، بتبقى بعد كده في تفريزها بعد وقت، يعني بتبقى الخضار بتاعها بيبقى مش حلو، وكمان بتبقى دبلانه كده ومتبقاش حلو يعني في طعمها. فالافضل ان انت تعملي الطريقه اللي انت شايفاها كده اهوت، ان انت تجيبي الميه السخنه، تحطي البسله في المصفى وتحطي عليها الميه السخنه وتصفيها. بعد كده جبت فوطه وحطيتها فيها ونشفتها كده من 5 6 دقايق، وبعد كده حطيتها في طبق زي ما انتم شايفين. طبعا ما شافش قناتي دي قناه مطبخ صافي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو كمان عشان غيركم كمان يستفاد بالفيديو. طبعا يا ريت كمان ان انت ما تحطيش البسله كتير في الكيس. وتيجي تحطي مثلا نصه وانت بتعملي الاكل، والنص التاني ترجعي تاني تحطيه في الفريزر، بتبقى معاكي فكت ويبقى كمان طعمها مش حلو. كمان لما تيجي تعمليها المره التانيه في الاكل، ده افضل طريقه ان انت تخرجي الهواء وتحطيها في الكيس زي ما انت شايفه.